مرحبا مرحبا. من الأمور المهمة اللي لازم نتعلمها هي مفاهيم الخدمات المصرفية اللي دائما نحتاجها بالتعاملات الإلكترونية، وتشير التجارة الإلكترونية المعروفة أيضا بالتجارة الإلكترونية أو تجارة الإنترنت إلى شراء وبيع السلع أو الخدمات عبر خدمة الإنترنت وتحويل الأموال والبيانات، ولإتمام كثير من المعاملات الرقمية التي تجرى بالفضاء الإلكتروني. ويستخدم مصطلح التجارة الإلكترونية غالبا للإشارة الإشارة إلى بيع بعض المنتجات المادية عبر الإنترنت، ولكن ينوصف هذا النوع من المعاملات التجارية التي تتم عبر الإنترنت، بحيث تطورت التجارة الإلكترونية وتسهلت إلى اكتشاف الكثير من المنتجات وتم شرائها من خلال تجارة المفرد وكثير من الماركتات الإلكترونية، بحيث استفاد منها الزبائن والشركات الصغيرة والكبيرة من التجارة الإلكترونية، بحيث مكنتهم من بيع السلع وخدمات على نطاق لم يكن ممكنا في تجارة المفرد والجملة الصغيرة، وليس جملة الجملة تكون تقليدية. من المتوقع أنه تكون تصل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة العالمية إلى 27 تريليون أو 35 تريليون في حلول 2026-27، وتكون عندنا كثير من الفئات للتجارة الإلكترونية. أولا عندنا الماركتات أو الأسواق الإلكترونية، وعندنا التبادل الإلكتروني للبيانات، وعندنا التجارة الإلكترونية.